نحن نعيش في أكبر خدعة معمارية في التاريخ الحديث، أن الإسمنت هو مرادف للتطور، وأن الطين مرادف للفقر. لكن اليوم منهات الصحراء شبام حضرموت تكشف لنا زيف هذه الشفرة. كيف يمكن لمدينة مبنية من تراب أن تمتلك نظام صرف صحي وتهوية طبيعية يتفوق على مدننا الذكية المزعومة؟ ولماذا أصبحت موادنا الحديثة هي العدو الأول الذي يهدد بقاء هذه الأسطورة العالمية؟ الصراع الخارجي هنا واضح، إنه التغول الإسمنتي. عندما بدأ الناس بإدخال تمديدات المياه الحديثة داخل الجدران الطينية دون فهم لشفرة المكان، بدأ العد التنازلي. الطين يكره المياه المحبوسة، أي تسريب بسيط في المواسير يعني ذوبان القاعدة الطينية من الداخل وانهيار البرج بأكمله. الصراع الداخلي لدى الساكن كان بين الرغبة في الحداثة الزائفة وأمن بيته الهيكلي. لقد فشلنا في دمج التكنولوجيا الحديثة مع الحكمة القديمة. لحظة الفشل تظهر بوضوح في محاولات الترميم بالإسمنت. بدلاً من حماية الطين، يقوم الإسمنت بعزله عن الهواء، فتتراكم الرطوبة خلفه ويسقط الجدار كقطعة بسكويت مبللة. الانكسار ليس في المادة، بل في جهلنا بفيزياء المكان. الرهان اليوم خسارة مدينة مدرجة على قائمة التراث العالمي في خطر منذ عام 2015. الحفاظ على شفرة المكان مسؤولية مشتركة. إذا كنت تؤمن بأن العمارة ليست جدرانا فقط بل ذاكرة وهوية، ادعم هذا المحتوى بالاشتراك والإعجاب. هل تعتقد أن العودة للطين تراجع أم أنها تقدم حقيقي؟ شاركنا رأيك وتابع السلسلة لتعرف الفرق الفيزيائي بين المواد الطبيعية والصناعية. المفارقة الكبرى أن العالم اليوم يعود لشفرة شبام. أغلى المنتجعات العالمية تبنى بالطين لتحقيق الرفاهية المستدامة، بينما نحن نهدم إرثنا ونجري خلف سراب الخرسانة. التحرك للأمام لا يعني القطيعة مع الماضي، بل فهمه. تقنيات المعلم التقليدي الذي يعرف أن النورة والرماد هما أفضل درع لحماية الجدران الطينية هي مستقبلنا الحقيقي. الاستدامة ليست اختراعا حديثا، بل هي ذاكرة منسية تحت أقدامنا. التغيير بدأ عندما اعتقدنا أننا أذكى من بيئتنا. الشفرة تخبرنا بوضوح: إذا أردنا بناء مدن تصمد للمستقبل، علينا أن نتوقف عن خيانة الأرض التي نعيش عليها. أن العلم الحديث بدأ يثبت أن الطين هو المادة الأكثر ذكاء في مواجهة التغير المناخي. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.